السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسة بلادي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله لا فيديو في احسن الاحوال. اقترحنا لليوم ساندويتشات سهلين اللي كيحماقوا عليهم الوليدات الصغار وحتى الكبار، علاش لا. غيكونوا بجوج اشكال ديال العجين اللي ممكن اننا نحضروهم في البيت. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتبارطاجيوها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وعلاش لا تخليو لنا شي كومونتير اللي يكون زوين. نبداو ان شاء الله اقتراحنا لليوم. بسم الله. نبداو بسم الله. غنبدا بالبطبوط ان شاء الله. هو الاول عندنا زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الفورس مغربلين، نضيف عليهم الملحه بالقياس ديال كل واحد، وغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، وغنعجن او نخلط هاد المكونات بالماء دافي باش هكذا بسرعه يخمر ليا الخبز، حيت الحال شويه بارد، يعني من الاحسن نعجنو بالماء دافي. نخلطوا العجينه نجمعوها بالماء حتى تجمع لينا، نخليوها مرخوفه ما تكونش ثقيله او قاصحه، وندلكوها مزيان. هنا واخا كتشوفوا الكميه قليله، راه مع البطبوط الصغيور راه كيعطينا العدد كتير. غندلك العجينه مزيان باش هكا المكونات كتداخل في بعضياتها، ونغطيها ونخليها على جانب، وندوز ان شاء الله الكريسات اللي غنخدم عليهم حتى هما. بدينا بالخبز لانه كياخذ الوقت شويه. ندوزو دابا ان شاء الله الكريسات. غناخذ حتى هو زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الفورس، غنضيف ليهم شويه ديال الملحه بحسب الذوق، تقريبا معلقه صغيره. نخلط الكل. هنا ممكن بالنسبه للناس اللي كيبغيو السكر يضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال السكر، حنا ما كنبغيوش السكر في الخبز فما كنضيفوش نهائيا. كنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغنضيف عليه البيض ديال البيضه ونخلي الصفر لانني غنحتاجه، وغنضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ومن بعد غنضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. انا استعملت بالنسبه لي الزيت البلديه، ما استعملش الروميه نهائيا. وغنضيفوا واحد 2 معالق كبار ديال الزرارع اللي عندكم. هنا عندي شويه ديال زرعه الكتان، الججله اللي تيكون بيض واللي تيكون ليموني، وحتى الججلان اللي تيكون عادي الاحمر البلدي. فضفت 2 معالق، طبعا ججلان مغسول ومحمر واحد شويه. هنا كنخلطوا بنفس الطريقه، كنجمع غير بالماء دافي حتى نجمع العجينه، غير هي نخليها شويه مرخوفه باش يجيوني الكريسات مهويين من الداخل وهشاش. من بعد نوجدوا سطح العمل ديالنا، وغنحاولوا ندلكوا العجينه ديالنا مزيان. كنرش شويه ديال الفينو، ناخذ العجين اللي عندي كيف كتلاحظوا راه مرخوفه، وتنبدا ندلك فيها. ندلكوها مزيان بالخاطر ديالنا، ومن بعد غنجمعوها، غنرجعوها في الاناء اللي هي فيه، وغنخليوها تخمر بخاطرها. نغطيو عليها ونخليوها تخمر في هذه الاثناء. ان شاء الله غندوز العجينه ديال البطبوط. فهنا من بعد ما خمرات غنشكلها الكويرات وغنخليهم يرتاحوا شويه، ومن بعد عاد غنسرحهم. ونطبعهم بواحد الطابع اللي يكون دائري. هنا بالنسبه لي اختارت غير كاس، ما اختارت حتى طابع. كاس اللي الدائره ديالو شويه ما كبيره ما صغيره. هو من بعد ما غنسرح العجينه بالمدلك فغنطبع بالكاس ديال الماء اللي كيكون كبير،
ونفرش الكريسات واحد الزويف ونخليهم يرتاحوا، ومن بعد نطيبهم بسرعه يرتاحوا. يعني في هذا الاثناء الوقت اللي كنوجد باقي المكونات كندير المقله تسخن، لانهم بسرعه تيخمروا ماشي بحال الكريسات. بالنسبه لباقي المكونات عندنا الكفته بحساب العدد الافراد، بحساب القد اللي عندكم. عندنا واحد البصله كبيره مقطعه بشكل طولي. عندنا مطيشه مقطعه بشكل دائري، هنا 2 ديال المطيشات. عندنا واحد الخصه اللي مغسوله مزيان ومنشفينها، وطبعا الفرماج ديال الساندويتش. هنا كيف ذكرت فالبطبوط بسرعه تيوجد، فبديت كنطيب فيه هو الاول. كيف كتلاحظوا كيتنفخ، كيجي مهوي من الداخل، كيجي اكثر من رائع. فغنخليه يكمل الطياب وغنمشي نكمل باقي المكونات. اول حاجه غنبدا بها هي البصله نديرها فواحد المقيله، غنضيف عليها واحد 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه مع شويه الملحه وشويه البزار بحسب الذوق. غنخلطها وغنديرها تشحر. الوقت اللي حطيتها فوق البوطه تشحر ناقصه عليها البوطه، غندوز الكريسات او العجينه ديال الكروس اللي ضاعف الحجم ديالها. غنشكلها كريسات اللي صغيره كيف كتلاحظوا، وغنحطهم وغندهنهم طبعا بالصفر البيض اللي خليت اللي مخفف بشويه ديال الحليب، ونضغط عليهم يعني كانني كنقرصهم، وغنخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. وندخلهم عفوا الفران اللي يكون سخون. هنا رشيتهم بشويه ديال الججلان، ندخلهم الفران اللي يكون سخون يتحمروا ونخرجوهم ونخليهم على جنب. هنا البصيله خليناها كتبال كتشحر بالخاطر ديالها على بوطه مهيله حتى تتعسل، وغنزولوها حتى هي. بالنسبه للصلصه ف انا فايته ليا مشاركه معاكم الوصفه في القناه، غنعاودوها بطريقه اللي سريعه. عندنا زويته بلديه معلقه، عندنا شويه ديال الثومه كنشحروها حتى تعطينا ديك النسمه ديال الثومه، ما نحرقوهاش. ومن بعد نضيفوا عليها الطماطم اللي محكوكه مع شويه الملح وشويه البزار، ونخليوها. هنا دايره انا المطيشه في الكونجيلاتور يعني ديجا عندي، نخليوها حتى تعقد وتشرب ونخرجوها. بالنسبه الكفته راه معطره بالعطريه ديال الكفته عاديه. هنا ما درناش فيها البصله. كناخذوا الورقه ديال الزبده وكنسرحوها باش هكذا نطبعوها بشكل اللي بغينا، يعني حتى السمك ديالها تنختاروا. يعني بغيناها شويه كتجي شويه سميكه ولا بغيناها رقيقه، فعلى حساب كل واحد. الا كان الورق اللي كنستعملو ماشي من النوعيه الممتازه، ممكن اننا ندهنوه بالزيت باش هكذا الوقت اللي كنبغيو نهزو الكفته ما كتلصقش لينا. هنا كنقادو دائره وكنجيبو نفس الكاس اللي طبعنا به البطبوط حتى هو تنطبعو به الكفته راها معطره. ومن بعد فكنديروهم في مقيله كنديروا فيها شويه ديال الزيت. الا ما كانش كتلصق لينا كنديرهم شويه ديال الزيت، وكنوضعوا الكويرات ديال الكفته يطيبوا من الجهه الاولى، عاد نقلبوهم باش هكذا ما يتكسروش لينا. نخليوهم حتى يطيبوا من الجهه الاولى مزيان، عاد نقلبوهم من الجهه الثانيه يطيبوا، ونحطوهم على جنب باش نوجدوا الساندويتشات ديالنا. غنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. الصلصه من بعد ما طابت وكحات، هنا راه تنستعمل غير الطماطم اللي
اللي كنوجد في الدار كتوجدها نيت الوالده الله يحفظها ليا، وديجا شاركت معكم الوصفات ديالها. ممكن الا ما كانش عندكم تستعملوا الحك ديال المطيشه. كنضيف ليه واحد 2 معالق صغار ديال المايونيز وكنخلط مزيان وكنذوقوا الا خاصنا مليحه ولا خاصنا البزار ونستعملوها ان شاء الله. من بعد ما وجدنا المكونات كامله غنبداو ان شاء الله نعمروا في الكريسات ديالنا. هاد المهمه طبعا غنخليها الزوج ديالي الله يحفظه ليا ويحفظ لكم كل عزيز وغالي. غيبدا ان شاء الله بالبصيله المعسله هي الاولى، من بعد المربع ديال الفرماج، ومن بعد الكفته، وكنضيفوا الصلصه بالقدر اللي بغيتو. كل واحد اذا بغى يكثر الصلصه يكثرها، الا بغى يقللها يقللها. ونضيفوا عليها الفرماج مره اخرى المربع، ونضيفوا حبه ديال الطماطم، ومن بعد نضيفوا الخس، ومن بعد نغطيو الساندويتش ديالنا. بنفس الطريقه غنوجدوا البطيبيطات، نبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه كامله. في الصراحه الساندويتش كيجي لذيذ بزاف ورائع، يعجب الوليدات الصغار وحتى الكبار، سواء بالبطبوط سواء بالكريسات. كان هذا هو اقتراحنا لليوم، كنتمنى فعلا تجربوه. دمتم في رعاية الله، وشكرا جزيلا لكم على دعمكم. وما تنسوناش بالنسبة للناس الجداد، إذا كنتوا كتشوفوا القناة لأول مرة فما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوناش بلي لايك وشي كومنتير اللي يكون زوين، وبالبارطاج القناة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، شكرا جزيلا لكم على دعمكم، وبسلام عليكم.